فهي القصة بتاعتنا ان المرض حجة لعدم اتمام الصيام، ايا كان بقى المرض ده مزمن او حاد. فالسكر واحد من الامراض اللي ممكن تأثر جدا جدا على قدرة المريض على الصيام. انا اعرف، وبرضه يعني مرضى السكر برضه عارفين ان السكر انواع، مش كل نوع مثلا زي التاني. يعني هل نقدر نحدد بقى انواع مريض السكر مع الصيام؟ فهي القصة بتاعتنا عايزين نغير المفهوم. والرسالة اللي أنا عايز أوصلها إنه مفيش حد بيفطر حد ومفيش حد بيصوم حد. يعني دي كمان الرسالة دي أنا أحب أوجهها حتى لزملاتنا الأطباء. هننتقل بقى دكتور محمود للصيام الآمن في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست طريق العافية. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. عارفين ان الصيام في رمضان عبادة عظيمة وركن أساسي من أركان الإسلام، لكن بالنسبة لمرضى السكر بيبقى فيه تحديات صحية محتاجة استعداد خاص ووعي أكبر. عشان كده شرف كبير لينا النهاردة يكون معانا شخصية غنية عن التعريف، واحد من عباقرة الطب في مصر، أستاذ أمراض البطنة والسكر والغدد الصماء، الذي أثر المجال الطبي بخبراته وإنجازاته. يشرفنا اليوم في محافظة بني سويف وبالتحديد في عيادات روح الحياة الأستاذ الدكتور محمود فريد. دكتور محمود، شرف كبير لينا وجود حضرتك معنا النهارده، واهلا وسهلا بحضرتك في بودكاست طريق العافيه. يا رب يخليك ويبارك فيك، وكل سنه وحضراتكم بخير وصحه وسعاده، ورمضان كريم علينا وعلى كل المسلمين يا رب ان شاء الله. الله يحفظك دكتور محمود، نورتنا والله. يا رب يبارك فيك يا رب. طيب احنا دكتور هنبدا نخش بقى على طول في الموضوع، ونبدا بالسؤال الاساسي اللي بيشغل بقى كل مسلم. الصيام فرض على كل مسلم بالغ عاقل، لكن بالنسبه لمرضى السكر بقى، هل في استثناءات او شروط معينه ليهم من ناحيه الشرع والطبيعه الصحيه؟ طيب هو احنا خلينا نتكلم بقصه الفرض والركن الاساسي من اركان الاسلام. اركان الاسلام فيها اركان ملزمه بس بشرط ان تتوافر فيها الاستطاعه. يعني زي الحج فرض استطاعه صحه ومال. طب الزكاه الفقير يزكي؟ لا طبعا، هو فرض استطاعه مال. اهو الصيام بقى فرض استطاعه صحه. تمام. فالفروض في الاسلام مربوطه بانك تتوفر فيك الصحه. فاي مريض، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وان كان منكم مريضا او على سفر. فهي القصه بتاعتنا ان المرض حجه لعدم اتمام الصيام، ايا كان بقى المرض ده مزمن او حاد. فالسكر واحد من الامراض اللي ممكن تاثر جدا جدا على قدره المريض على الصيام. والموضوع بيبقى محتاج كتير من الوعي زي ما حضرتك قلت. عشان مريض السكر يصوم صيام آمن لازم نجاوب السؤال الأول، هو ينفع يصوم الأول ولا ما ينفعش؟ ينفع يصوم يبقى هنحدد له بقى جرعات الصيام وخلافه. لكن المريض بتاعنا لازم يروح لحد من الأطباء عشان يستشيره في قصة هي عدم قدرتي أو عدم قدرتي على إتمام الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن كل الناس تتمكن من ذلك، بس هي الحقيقة أن مش كل الناس بتتمكن من كده. في مرضى ما بينفعوش يصوموا. بس احنا عندنا في رمضان ده دكتور ما ينفعش تقول لي ما افطر في رمضان. ما يعني امهاتنا وابائنا بقى تمام. عندهم الموضوع ده حياه او موت. ما ينفعش تيجي تقول لي ان انا افطر في رمضان حتى لو ايه. بس ان الله يحب ان تؤتى رخصه. أيوة. كما تؤتى عزائمه. فهي ربنا سبحانه وتعالى لما يديك رخصه هو يحب ان تاتيها. فيعني كون ان مريض السكر يفطر بنصيحه طبيبه ده كده هو ده الصح. ده هو لو صام وهو عنده مشاكل وحصلت له مشاكل اكتر يبقى هو كده بالعكس، هو كده آثم مش طائع. فهي القصه بتاعتنا عايزين نغير المفهوم. والرساله اللي انا عايز اوصلها انه مفيش حد بيفطر حد ومفيش حد بيصوم حد. يعني دي كمان الرساله دي انا احب اوجهها حتى لزملاتنا الاطباء. هي قصه اصل الدكتور فطرني او الدكتور اصلا لا يملك تصويم نفسه. لو انطبقت عليه شروط الصيام هيصوم، ولو انطبقتش عليه شروط الصيام هيفطر بس. فهي القصة بتاعتنا لازم تكون الدنيا مفهومة انه الصيام عبادة من العبادات المرهونة بالاستطاعة، والاستطاعة هي الصحة. تمام. كل مرضى السكر بقى ما يصوموش، ولا كل مرضى السكر يصوموا، ولا في ناس هتعرف تصوم صيام آمن وفي ناس ما ينفعش تصوم خالص؟ كل مرضى السكر يقيموا قبل الصيام.
تمام. يعني ايه يقيموا قبل الصيام؟ يعني يتشافوا من اولهم لاخرهم، هل سكره مظبوط ولا مش مظبوط، انهي فئه انت فيها. يعني هل انت في فئه لا تسمح بالصيام، او هل انت في فئه تسمح بالصيام، ولا هل انت في فئه متوسطه في النص ممكن تصوم بس بشروط محدده. فهو القواعد في الطب غير ملزمه على الكل، فكل تمام. مرضى السكر يصوموا الاجابه غلط، مم. كل المرضى السكر ما يصوموش برضه الاجابه غلط. لكن هو مريض السكر هو مريض يحق له الافطار اذا اذن له الطبيب. تمام. طيب احنا بقى عندنا الناس في موضوع الصيام والسكر في رمضان رمضان ما بين التهوين والايه والتهويل التهويل او والتهويل. التهوين، تمام. حد بيهول جدا ان انا لو صمت، لا ده انا لو صمت ممكن يحصل لي ويحصل لي ويحصل لي ويحصل لي. وحد تاني بيقول لا ده انا اصلا كده كده بصوم، وكل كده كل سنه بنصوم، وسيبك من كلام الدكاتره والكلام ده. حلو قوي. كلمه كل سنه بنصوم دي كلمه لازم يتحط عليها تحتها 10 خطوط، تمام. لان انت كل مره بيعاد تقييمك. يعني ايه؟ يعني مريض السكر اللي ما صامش السنه دي ممكن يصوم السنه الجايه لو كانت المشكله في ان ضبطه السكر ما كانتش حلوه وظبط السنه الجايه. العكس صحيح، مريض السكر اللي صام السنه دي ممكن ما يصومش السنه الجايه لو استجد شيء. فهي قصه تمام. مش قاعده برضو مطلقه. التهويل غير مطلوب والتهوين غير مطلوب. التهويل يعني انا دلوقتي لو صمت هيحصل لي مشاكل كتيره، لا مين قال؟ انت ممكن تصوم صيام امن بس تتبع الشروط. التهوين ده هو ده بقى اللي هي المشكله الاكبر. بالعكس بقى، ده انا هو القصه في التهوين اكتر. ايوه. ان كل المرضى بيصروا على الصيام ويقولوا لا ده الدكتور مهول قوي والدكتور مزود القصه قوي. لا 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 خالص، حضرتك هتسمع كلام الطبيب زي ما هيقول لك بالظبط. طب احنا بقى ممكن اللي بيهون ده نقول له ازاي، او ايه هي خطورة الصيام عليه؟ خطوره الصيام على مرضى السكر في كذا جانب. مم. الصيام هي فتره انقطاع طويله شويه عن الاكل والشرب، فمريض السكر بيتعرض في الصيام لعده مشاكل، اولهم هبوط السكر. وده مم. منطقي لان هو ما بياكلش فتره طويله، تمام. فبيحصل هبوط في السكر، صح. مم. الحاجه التانية ارتفاع السكر. يعني ايه بقى؟ مريض السكر ازاي مريض السكر يرتفع اثناء الصيام؟ هو صايم. ايوه، السكر يرتفع اثناء الصيام مم. لانه مريض السكر وبالذات اللي بياخدوا انسولين الكبد بتاعهم بيتكسر المخزون النشوي بتاعه وبيطلع السكر، وهو قصاد كده مفيش انسولين في جسمه. فمريض السكر هو عرضة اكتر للهبوط وعرضة اكتر للارتفاع. تقريبا يعني الاحصائيات بتقول انه في 3 مرات زيادة في معدل الارتفاع و5 مرات زيادة في معدل الهبوط، فالاتنين بيحصلوا الهبوط والارتفاع. الارتفاع. الحاجة التانية المهمة الجفاف. مم. يمكن دي مش كتيرة قوي الايام دي لان احنا داخلين على موسم الشتاء. رمضان في موسم الشتاء، لكن في الصيف بتبقى مشكلة كبيرة جدا. مم. لانه المريض بينقطع فترة طويلة 16 ساعة او 15 ساعة والجو مش حر. مية. وحتى برضو في الشتاء برضو احنا بننقطع فترات طويلة عن المية، فبيحصل نوع من انواع الجفاف. نوع من انواع الجفاف ده ما بيستحملوش ناس كتير. مم. يعني ابهاتنا بقى اللي انت بتتكلم عليهم اللي هم الناس الكبار ما بيستحملوش حالات الجفاف. السكر العالي ما بيستحملش حالات الجفاف. مم. احتمالية حدوث حمضية الدم اللي هي الأسيتون بقى والحمضية والرعاية والمشاكل الكبيرة بتكتر برضو أكتر في رمضان مع فترات الصيام. فيبقى مريض السكر معرض لكل المخاطر بتاعة الهبوط والارتفاع والجفاف والحمضية. تمام. فدول مشاكل كتيرة قوي ممكن تكلف العيان كتير جدا جدا. تمام. طيب يا دكتور، احنا يعني انا اعرف، وبرضه يعني مرضى السكر برضه عارفين ان السكر انواع، مش كل نوع مثلا زي التاني. يعني هل نقدر نحدد بقى انواع مريض السكر مع الصيام؟ طيب هو أنا مش عايز أقول السكر أنواع، تمام. أنا عايز أقول حاجة كمان أقصى من كده، إن كل مريض قصة لوحده. كل مريض. يعني ما ينفعش تقسم السكر لسكر من نوع اول وسكر من نوع تاني، فالسكر من نوع تاني يصوم والسكر من نوع الاول ما يصوم. ده تقسيمه ظالمه. انا بقول كل عيان حكايه لوحده، كل قصه كل واحد ليه معطياته وكل واحد. وعشان كده تلاقي دكتور الغدة الصماء والسكر بيخش له 20 عيان، ال 20 عيان عندهم سكر، ال 20 بيطلعوا ب 20 روشته مختلفه. فيبقى يعني حتى الاجانب بيقولوها نو وان سايز فيت فور اول، يعني ما فيش حاجه تناسب كل الناس بس خالص. مش كل اساتذه السكر بتعمل كده اكيد. لا والله اعتقد ان كل اساتذتنا يعني بيقيموا عيانهم وبيحطوا له الخريطه المناسبه لكل واحد فيهم. فهو مش قصه انواع. السكر طبعا من النوع الاول والنوع الثاني المعتمد على الانسولين غير معتمد على الانسولين، دي قصه شويه ابسط من الحقيقه. الحقيقه ان كل مريض قصه لوحده.
لكن هجاوب بقى سؤالك اللي انت بتساله. تمام. هو انواع مريض السكر في الصيام ايه؟ بنحط العيان في فئات. فئه عاليه الخطوره دي لا يحق لها الصيام اطلاقا ما ينفعش يصوم اصلا. قولا واحدا. مم. انا بكتب على الورقه من فوق ممنوع الصيام منعا باتا نهائيا. اللي حضرتك قلت من شويه ان هو بقى ممكن يأثم لو صام. ممكن يأثم لو صام، لانه لو حصلت مشكله هو شارك في الاثم. فده ممنوع منعا باتا. في فئه متوسطه الخطوره ده محتاج يصوم، بس مش محتاج شويه اجراءات احترازيه وتحفظات ونوعيه تغيير في العلاج. وفئه طبعا مش ما نبقاش مجمعين على كل حاجه، فئه ممكن تصوم عادي. يعني الفئه اللي ممكن تصوم بامان، ودي فئه يعني اللي هي السكر قليل الخطوره، يعني الناس اللي لسه حديث العاده بالسكر من النوع الثاني، بياخد قرص او قرصين، بياخد جرعات صغيره من السكر، ما عندوش هبوطات، ما عندوش امراض اخرى مزمنه مصاحبه للسكر، لان ممكن الامراض المزمنه تيجي مع اول حدوث سكر، مش شرط. بالظبط يعني بالظبط كده. فالمرضى اللي يتوافر فيهم هذه الشروط لا يصوموا. يعني عيان بياخد جلوكوفاج قرص، عيان بياخد راس ما بتهبطش السكر اللي هي منشطات البنكرياس وخلافه، الادويه الخفيفه اللي هي ما بيصاحبهاش هبوط سكر، ده يصوم عادي، ما عنديش مشكله. ده مش مشكله. هي بس برضه لازم يكون في اعاده تقييم مع الدكتور. بس العينه دي من الناس احنا بنسميها مرضى قليله الخطوره او فئه قليله الخطوره. دول يصوم. القصه بتاعه التقييم دي قصه طويله جدا جدا جدا، ليها ارقام وليها سكورز وليها بوينتس معينه. الدكتور بيحط العيان بتاعه ويشوف هو في الحته دي او في الحته دي او في الحته دي. عشان كده هو لا مريض سكر لازم يروح للدكتور. لازم. ده بص، تقييم السكر ما قبل رمضان في منتهى الاهميه. ده مش كلامي، ده كلام حتى الدار ستادي اللي هي الدراسه الاكبر في السكر في رمضان اللي اتعملت في الدول العربيه. لازم حاجه اسمها بري رمضان اسسمنت، يعني تقييم المريض قبل رمضان، حالته الصحيه تسمح بالصيام ولا ما تسمحش. فاحنا قلنا فئه قليله الخطوره اللي هي دايما بنسميها الاشاره الخضراء، ده عادي خلاص زي الفل. عادي. الاشاره صفراء لا، ده شويه بقى ننتظر سنه نقيم القصه، نحاول نظبط سكره. ايوه بالظبط يعتب. ده بقى عيان السكر اللي بياخد شويه ادويه اكتر، يعني مثلا 3 انواع من الاقراص او 3 انواع من ادويه مخفضات السكر، فيهم دواء مخفض للسكر من الادويه اللي بتنزل السكر وبتعرض العيان للهبوط. العيان اللي بياخد نوع من انواع الانسولين طويل المدى ده ممكن يصوم، بس ده فئه قليله الخطوره. العيان اللي صام قبل كده والدنيا مشيت كويس ده برضو بنسميه فئه قليله الخطوره، لان هو خلاص جرب تجربه الصيام. حد يقول بقى انا ممكن اجرب وتمشي معايا ان شاء الله؟ لا، يعني اللي احنا صومناه السنه اللي فاتت يعني. طيب الفئه عاليه الخطوره هي دي بقى موضوع الحلقه بتاعت النهارده. يعني لو انا انوه النهارده الفئه عاليه الخطوره الغير مسموح بها للصيام والغير مسموح بها بالنقاش، دي ما تصومش اطلاقا. عشان حضرتك اللي بتقابلهم اكتر في العياده. بالظبط، لان هم دول غالبا بتقولوا ما ينفعش وهو لازم. بص هقول لك حاجه، اصل هو الفئه الاولى والفئه الثانيه دول ما بيعتبروش نفسهم مرضى اصلا. يعني هو اللي بياخد قرص ده ما بيعتبرش نفسه عيان سكر اصلا، ده عايش حياته كويس خالص. الفئه الثانيه هو متظبط كويس. الفئه الثالثه دي خطيره جدا جدا، مرضى السكر المصابين باعتلال كلوي، يعني اي قصور في وظائف الكلى لمريض السكر يساوي افطار قولا واحدا عشان الجفاف. مرضى السكر المصاحبين بمشاكل في الكبد. اول حاجه السكر والكلى تماما، تاني حاجه السكر والكبد. السكر والكبد اصل دول اجتمع حاجتين، يعني لو كده بقى اجتمع على العيان مرضين فده من حقه يفطر خلاص قولا واحدا. علاوه على ان السكر بيأثر على وظائف الكلى والسكر بيأثر على وظائف الكبد، وكمان الكبد من الاعضاء المهمه اللي بتحارب الهبوط. فانا لما بيجي لي هبوط هو الكبد هو اللي بيطلع لي سكر، فمرضى الكبد بيتعبوا اكتر في رمضان. مرضى السكر الحوامل قولا واحدا، الحوامل لا صيام لها. ليه؟ لان انت في الحمل بتستخدم انسولين، وبتستخدم الانسولين لانه ده الحاجه الوحيده الامنه، فاجتمعت الحمل مع السكر قولا واحدا، الحوامل لا يصوم. وكمان ده كده مش عليها هي بس، عليها وهي بقى بالظبط كده. وابتدى بالظبط ابتدى المشكله تبقى كمان على الجنين اللي هي بقى نقص السوائل اللي وصل للجنين، كل المشاكل الكتيره قوي. يبقى مرضى الكلى، مرضى الكبد، الحوامل، الناس اللي بيتعرضوا لهبوطات كتير. ودي بقى مهمه جدا، لان انت احيانا جسمك بيتعود على الهبوط، فمن كتر الهبوطات انت ما بتحسش بالهبوط يعني. فممكن عيان السكر ده في رمضان يحصل له هبوط وما يحسش، او بيسموها في الكتب عندنا ديدن بيت سندروم، او ظاهره الموت الفجائي في السرير، اللي هو دخل يريح شويه مات، هو اتهبط بس ما حسش. الناس اللي عندهم ارتفاع في السكر في الفتره الاخيره اللي هو سكر التراكمي عالي او حديث العهد بالسكر، وعالي ممكن يكون كام؟ يعني عالي فوق سكر تراكمي مثلا فوق 8.5 9،
تمام. او السكر الصايم فوق ال 200 واول فاطر فوق ال 300. دي ارقام رفلي، لكن هي حقيقه الامر كل القصه بتتقيم. الناس اللي عندهم ارتفاعات كتيره متكرره في السكر، انخفاضات كتيره، الناس اللي عندهم سابق عهد بحمضيه الدم، يعني واحد لسه خارج من المستشفى وكان عنده اسيتون وحمضيه دم وعلق محاليل واسيتون وانسولين وقصه كده، ايه الداعي للصيام؟ لا ما يصومش خالص قولا واحدا. الاعتلال الكلوي، الناس الكبار بالعكس بقى، حضرتك بتقول ان الناس الكبار متعودين يصوموا، بالعكس الناس الكبار هم اكتر عرضه لمشاكل السكر من غيرهم. هم اللي بيقولوا ما ينفعش افطر وهم دول بقى اللي ما ينفعش يصوموا. يعني هم دول اللي ما ينفعش يصوموا. ليه؟ لان هم معرضين اكتر للجفاف ومعرضين اكتر للارتفاع ومعرضين اكتر للانخفاض، بالذات ابهاتنا وامهاتنا الكبار اللي ما عندهمش الرعايه الصحيه الكافيه. يعني واحده من الحاجات اللي تخليك لا تسمح بالصيام لمريض السكر، تخيل انه ما يبقاش عنده جهاز سكر. لو هو ما عندوش جهاز سكر في البيت ما يصومش. اعتقد 70% من مرضى السكر ما عندهمش جهاز سكر في البيت. لا ما يصومش. مريض السكر لازم يكون عنده جهاز سكر. طب لو حصلت اعراض، لو حصل هبوط، ده عبال ما يطلع على اول الشارع ويروح الصيدليه ويحلل تكون حصلت مشكله. دكتور هموت وانا صايم وحسن خاتمه. تموت وانت صايم وحسن الخاتمه، بس يعني هو دي فيها بقى كلام. يعني هو انت لو عشت ان شاء الله هتطيع اكتر وتاخد حسنات اكتر كده. يعني انت شاركت في حسن الخاتمه بقى. لا طبعا لا. انا لا انا دايما اقول عياني لو هبط يعني على اذان العصر وما فطرش قبل المغرب فهو آثم. يعني لو وصل للمغرب وتوفاه الله بسبب هبوط السكر فهو آثم، ده هو شارك في القصه. طبعا احنا كلنا مؤمنين ولكل اجل الكتاب وكل، بس انت ما تشاركش، ما تعرضش نفسك للتهلكه. لا طبعا احنا يعني بنعرض بقى الفتوى نفسها برضه يعني ايه يعني. وهو وشيوخنا الافاضل كلهم بيقولوا اسال مريض، اسال دكتور، طبيب، اسال طبيبك، اسال طبيبك. شيخ كان قال لي ان في مسائل لا يتصورها الا طبيب. ما هو يفتيك في الجانب الديني. فانت لو عايز لو عايز تساله هيقول لك اسال طبيبك. طب اسال طبيبك بقى، هو طبيبك هيقيمك طبقا لوضعك، وطبيبك نفسه انك تصوم على فكره. يعني هو مش عايز يحرمك من نعمه الصيام. بس هي لو الصيام ضرره اكتر من نفعه، لا خلاص فيؤذيك. فالمرضى عاليه الخطوره دول ما يصوموش تحت اي ظرف من الظروف. المرضى متوسط الخطوره يصوموا، بس باحتياطات معينه في الاكل والنشاط والرياضه. يعني دي يعني هنقولها. طيب خلينا نروح بقى يا دكتور. يعني احنا خلاص كده، احنا الجزء بتاع الناس اللي ما تصومش خالص، ويا ريت الناس برضو يعني تاخد الكلام بجديه كبيره. يعني احنا يعني معانا قامه كبيره في التخصص الدقيق بتاعه استاذ في امراض السكر، فيعني عايزين نسمع الكلام كويس جدا. يا رب يصلح حالك. هننتقل بقى دكتور محمود للصيام الامن في رمضان. مين اللي هيصوم صيام امن؟ احنا قلنا اللي هم متوسطي الخطوره، قليل الخطوره ومتوسط الخطوره باجراءات احترازيه. ازاي بقى متوسط الخطوره وقليل الخطوره يصوم صيام امن في رمضان؟ رقم 1 انه يتعرض على دكتور قبل رمضان. تمام. عشان يقيم الموضوع. تمام. لان الكلام مش على مجمله، عشان يعني بس الناس كل يعني مريض ما ينفعش كل مريض يقيم نفسه. احنا اتفقنا من البدايه خالص القاعده ان كل مريض قصه لوحده. تمام. الحاجه الثانيه المهمه انه كل مريض مش لازم يبان عليه المرض. يعني احيانا انت بتقول لعيان افطر وهو شكله كويس، هي قصه مش شكلك تعبان. فقصه التقييم في كتير قوي من الطب ملهاش علاقه بالشكل، زي ما حضرتك علمتنا بقى، قياس مش احساس. ايوه بالظبط كده. فالسكر قياس مش احساس. السكر قياسات ومجملا. طيب عشان مريض السكر يصوم صيام امن في المجموعه قليله الخطوره لازم يهتم، والمجموعه متوسطه الخطوره بعد اذن الطبيب رقم 1 لازم يتعرض على دكتور عشان خاطر يقيمه انت انهي مجموعه. تاني حاجه بيحصل تعديل شويه في الادويه. يعني ايه؟ بناخد الادويه المخفضه للسكر قبل الفطار، وبناخد الادويه اللي لا تؤثر او لا تؤدي الى خفض السكر على السحور، لان هي فتره الصيام هي الاطول. الحاجه الثانيه التعديل بتاع الجرعات دي في ايد الدكتور. يعني يدي تلتين الجرعه، نص الجرعه، تلت الجرعه، او whatever اللي شايفه الدكتور. تمام. التغذيه مهمه جدا. لا التغذيه ده رمضان وعزومات واكل وحلويات. ايوه هو انا اللي عايز اساله بقى، هو الصيام شهر احتفال ولا شهر صيام؟ شهر صيام. هو شهر صيام. احنا القضيه ان احنا بنقلب شهر الصيام لشهر اكل، لشهر احتفال. يعني انا دايما بسميها فاستنج اور فيستنج. يعني احنا بنصوم ولا بنحتفل وبناكل؟ فاحنا لا الانقطاع الصائم فرحتان وفرحه عند فطره. فرحه عند فطره لا يفطر بس على حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صومه. يعني انما الافراط في السكر والاكل والحلويات
في اثناء وجبه الافطار ده بيعكس القصه تماما، وده بيعرض المريض لخطوره شديده. فلازم مريض السكر يتجنب السكريات البسيطه اثناء الافطار. ليه؟ عشان ما يحصلش ارتفاع حاد في السكر. هتقول لي طب ما دكتور محمود والسنه والتمر جميل جدا، افطر على تمره يعني مش لازم 7 ومش لازم 9 ومش لازم 11 يعني ما انا بقولهم افطر على تمره يعني تمره سنه برضه بالظبط، ما هي تمره وفردي يعني جميله قوي وشويه ميه، مش لازم العصاير، لانه ده بيؤدي الى ارتفاع شديد قوي في السكر. والارتفاع الشديد في السكر ده ما بيتصلحش بالادويه، فبيمتد بعد كده لفتره السحور. ولازم نهتم ان طبق الافطار يبقى طبق متوازن. ايوه، نشويات مهمه جدا، نشويات معقده يعني ايه بالظبط نشويات معقده، يعني ناكل رغيف العيش 4-5 معالق رز او مكرونه، اللي هي طبق رز صغنن مش طبق رز كبير، اوكي، وجزء بروتين وجزء خضروات. تمام. وسوائل كتير كده، انت عملت توازن ما بين سوائل كتير اللي هي مش عصاير. سوائل كتير يعني ميه. انا بالنسبه لي سوائل كتير يعني ميه، او عصاير من غير سكريات. يعني لو عايز يشرب كركديه من غير سكر، لو عايز يشرب حاجات اللي هي المشروبات الرمضانيه بس من غير سكريات. تمام. هل استخدام محليات السكر تنفع؟ تنفع طبعا. لانها كلها اسبرتام فري، فما عنديش مشكله. المحليات تنفع. السوائل بكميات كبيره بالعكس، احنا بنحب المريض يشرب سوائل بكميات كبيره، يشرب لبن، يشرب عصاير مش محلاه، وياكل غذاء متوازن. ياكل الغذاء جزء نشويات، وتكون النشويات معقده عشان امتصاصها يبقى بطيء، فارتفاع السكر يبقى تدريجي، فما يحصلش اللي هي زي الرز والعيش والمكرونه. البسيطه بقى اللي هي الحاجات المسكره والحاجات السكريات البسيطه والحاجات دي اللي بتعمل شوتنج للسكر، يعني بترفع السكر جامد قوي بسرعه. وده احيانا بيتعدى قدره البنكرياس على افراز الانسولين. يعني انت اديت القرص والبنكرياس لسه بيطلع الانسولين بتاعه على مهله، يكون العيان طلع 400 و500، فده مش منطقي. الحاجه الثانيه السحور. وجبه السحور مهمه جدا 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 في مرضى السكر، سواء كانوا متوسط الخطوره او قليل الخطوره. ليه؟ عشان انت هتقعد فتره طويله ما بتاكلش، فلازم برضو هنا فقرات في رمضان، فقرات يعني الفطار بعديه تحليه، بعديه لحد ما نوصل للسحور بيكون اكل كتير. هقول لك والله، لو عايز يحلي بفواكه او حاجات قليله السكر، ويحليها بعد صلاه التراويح، فيبقى خدها في النص. والقليل منهم يعني هي القصه كلها مش الكثره في العدد، يعني هو اول صينيه البسبوسه زي اخرها، ما هي نفس الطعم، يعني خد قطعه صغننه، يعني مش لازم كميات كبيره، عشان هي القصه كلها انت مش عايز تفرط قوي، فاهمني؟ السحور مهم جدا. مريض السكر اللي ما بيتسحرش مش المفروض انه يصوم. تمام. قصه السحور انا بتسحر زبادي وانا ما باكلش، لا خالص، انت لازم تتسحر. يعني ربنا سيدنا رسول الله في السحور بركه، في السحور بركه، بالظبط كده. ونأخر السحور على قد ما نقدر، وان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، بالظبط، ونأخر السحور على قد ما نقدر. ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال برضه ما زالت امتي بخير ما عجلوا الفطره واخروا السحور. بالظبط. كل توصيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عليه الصلاه والسلام، كلها للمسلمين كافه ولمرضى السكر خاصه. يعني هو مريض السكر لازم يأجل السحور، يأخره على قد ما يقدر. وياكل نشويات برضو معقدة، يعني ما ينفعش ياكل زبادي وفاكهة، لازم ياكل عيش، لازم ياكل كمية كويسة من العيش، ولازم يشرب كمية سوائل كتيرة قبل الفجر. السوائل ما تكونش فيها سكر، لأن لو السوائل فيها سكر هتنزل وتعمل إضرار للبول وترفع السكر ويبقى عملناش حاجة. أنا عايز كمية سوائل كبيرة. احنا النصائح دي عشان نصوم صيام آمن في رمضان. ده للمجموعة اللي هتصوم. المجموعة اللي مش هتصوم ما فيهاش خلاص. طيب في نقطة تانية يا دكتور، نقطة الرياضة في رمضان. يعني في ناس هم الدورة الرمضانية بالنسبة لهم طبعا دي يعني ايه اخر ساعة في الصيام بعد العصر. طبعا بعد العصر الدورة الرمضانية ما ينفعش طبعا، دي قواعد نسيبها. ايوه، دي جريمة في مريض السكر. جريمة. ليه؟ لان دي اكتر وقت انت في مرحلة جفاف. مريض السكر عشان يعمل رياضة لازم يكون بيعمل رياضة متزنة، ما تكونش عنيفة، وتكون في وقت مناسب. المرحلة ما قبل الافطار دي مش مرحلة رياضة خالص، ده انت فيها كل المشاكل. ليه؟ بس انا في معلومة تانية بقى غير الكورة، موضوع الجيم، ان الناس بتروح الجيم قبل الفطار بساعه، بحيث ان الفتره دي اكتر فتره بقى بيبقى فيها حرق، واكتر فيها لو عايز اخس، واكتر فرق مش عارف يعني. في معلومات كتير كده في الموضوع طبعا معلومات خاطئه. نفس المشكله، هي دي اكتر فتره انت جسمك فقد فيها سوائل. يعني حتى العيان بتاعنا بيلاحظها من لون البول.
لون البول في الفتره الاخيره من الصيام بيبقى اصفر شويه، غامق سنه. ليه؟ السوائل ابتدت تقل من جسمك. تمام. فتقوم انت تزودها بفقد سوائل بالرياضه؟ لا، الدورات الرمضانيه غير مسموحه خالص لمرضى السكر. طب دكتور محمود، خلينا بقى ننتقل بقى لحته تانية خالص، لسؤال هو بيقلق كثير من مرضى السكر، اللي هو قياس السكر في اثناء الصيام. كم مره قيس السكر؟ وهل اصلا قياس السكر ده بيفطر ولا لا؟ جميل النقطه الاخيره اللي انت اثرتها، اللي هو هل قياس السكر مفطر او غير مفطر؟ الاجابه لا، مش مفطر طبعا. قياس السكر لا يضر في الصيام شيء، وانما تمام. قياس السكر ضروره. طيب الجزء الاول من السؤال، هو مريض السكر يقيس قد ايه؟ نرجع تاني للاجابه الاولانيه، هو اصلا يصوم ولا ما يصومش؟ بس احنا بنتكلم دلوقتي على الصيام الآمن اللي هو اللي احنا قلنا له صوم. انا لسه هقول لحضرتك مريض السكر صوم برضه نفس القصه. هل هو في الفئه المتوسطه ولا الفئه الآمنة؟ طب الفئة الآمنة ممكن يحلل مرة أو مرتين. طب الفئة المتوسطة لازم يحلل أكتر من كده. بس هي القاعدة في السكر إنه قياس مش إحساس. تمام. فلو مريض السكر حس بأي أعراض لازم يقيس سكر في اللحظة دي. طيب إحنا بنقول لعيالنا قيس سكر كل قد إيه؟ بنقول له قيسها على الصلوات. يعني إيه؟ يعني الساعة 10 الصبح على صلاة الضحى. لو قاس مرة كمان على الظهر يبقى جميل. تمام. كمان مرة على العصر، وكمان مرة قبل المغرب. حلو. وبعد المغرب بساعتين عشان يتاكد ان السكر معليش، وقبل السحور. طب هو انا هقيس كل يوم كل القياسات دي؟ لا طبعا، طبقا لنوعيه المريض بتاعك. لو المريض بتاعك متذبذب يبقى المفروض هيقيس اكتر من 3 ل 4 مرات في اليوم. طب لو المريض بتاعنا كويس وسكره معقول، ممكن يقيس مره كل يوم في مواعيد مختلفه. وكلمه مواعيد مختلفه دي مهمه ليه؟ لان انت لو قست كل مره في نفس الميعاد هيطلع نفس الرقم تقريبا. لو انت مثبت الاكل ومثبت الجرعات، انا عايز اشوف بقيه اليوم. يعني ايه؟ عايز اشوفك الساعه 10 الصبح شكلك كام، الساعه 2 الظهر، العصر، طب قبل الفطار، بعد الفطار. مهم جدا بقى القياس. ليه؟ عشان هو ده اللي بيحكمك انت فطرت قد ايه. ما هو انت احيانا بتقيس قبل الفطار عشان الهبوط. طب ماشي، انت وصلت لغايه المغرب من غير هبوط. تمام. طيب بعد الفطار بقى شكلك ايه؟ بقيت 300 400، يبقى كده قيد الصيام ما هوش الرساله بتاعته. الحاجه الثانيه، مش ممكن يكون بسبب الاكل؟ ما طبعا بسبب الفطار يعني. ما كده بقى الصيام مش كده بسبب الصيام. لا انت كده لخبطت الدنيا، فانت محتاج تعيد جرعات او تغير الجرعات او تعيد تنظيم الاكل. تمام. الحاجه الثانيه، امتى نفطر؟ دايما اقول لعياني انت هتصوم بس لازم تبقى عارف امتى تفطر، ودي مهمه جدا جدا جدا. تفطر لو سكرك قل عن 70 في اي وقت، اي وقت. انا دايما اقول لعياني كده، ال70 دي خط احمر. تمام. ليه؟ لانه العيان بتاعنا على ال70 لو كمل صيام ممكن سكره يتدهور اكتر، وساعتها تبقى في مشكله هبوط السكر. طب ارتفاع السكر لو اكتر من 300 لازم مريض السكر يفطر. طب ليه؟ اقل من 70 واكتر من 300. لو اقل من 70 هو عرضه للهبوط، لو اكتر من 300 يبقى عرضه للحمضيه والاسيتون. طيب بس عايزين برضو نستخدم العقل سنه صغيره. يعني لو مريض سكر الساعه 9 الصبح سكره 80، ده منتظر يبقى على المغرب كام؟ ما هيبقى هبطان برضو. فيعني برضو ما تستناش. هي الجزء القصه فيها اعمال عقل. ما الدكتور محمود قال 70 و300، انا طلعت 75، بس الكلام بقى 75 الساعه كام؟ انا لسه 75 قبل المغرب، قبل المغرب ب10 دقائق، ماشي اوكي. لكن 75 دي في بدايه اليوم وانت واخد جرعه انسولين مثلا، طب ما انت كده مش هتكمل. فالقصه فيها شويه اعمال. حتى لو انت هتاخد بالقاعده خلاص ماشي، لو حسيت باي اعراض لو سمحت حلل سكر اقل من 70 يساوي افطار بلا تردد. انا مكتبها على ظهر روشته كده، هبوط السكر اقل من 70 او ارتفاع السكر اكتر من 300 يساوي افطار بلا تردد. مفيش تردد في القصه لان العواقب بتبقى كبيره جدا. طب هي بقى ايه الاعراض اللي هو ممكن يحس بيها فتخليه يروح يقيس السكر بسرعه؟ اي اعراض مختلفه في مريض السكر تساوي قياس. يعني زياده في ضربات القلب، تعرق، رعشه في الايد، همدان، دخول حمام كتير بقى الناحيه الثانيه اللي هو السكر مرتفع، دخول حمام كتير، عطش شديد قوي، العيان حس بريقه ناشف. القصه بتاعتنا ما هياش ثابته في كل المرضى. يعني اعراض هبوط السكر مش لازم تبقى ثابته في كل المرضى. يعني انا العيان بتاعي اول طريق انا بسميها كده اول طريق الهلاك في السكر ان العيان يقول لك انا بحس بنفسي، انا ببقى عارف نفسي. لا يا سيدي، لو بتبقى عارف نفسك يبقى مالهاش لازمه التحليل. ايوه. لا، التحليل مهم جدا. تقوليش ابقى عارف نفسي. بالظبط كده، قياس مش احساس. حضرتك انا سكري مظبوط يا دكتور، طب كام؟
قول لي كام، وانا لازم تقول لي رقم عشان اقول لك سكرك مظبوط ولا مش مظبوط. فقياس بالظبط، السكر قياس مش احساس، فلازم يقارنوا القياس. لو حصلت اي اعراض من الاعراض الهبوط اللي هي زياده ضربات القلب او التعرق او الدوخه او الصداع الشديد، زياده او اعراض السكر المرتفع، دخول الحمام كتير، نشفان الريق، حالات الجفاف، الهزال، الضغط، حل السكر لو سمحت. لو السكر اقل من 70 او اكتر من 600 افطر بلا تردد. طيب دكتور محمود، احنا جالنا سؤال من استاذ دكتور محمد مدحت، استاذ امراض القلب، بيقول لنا عايزين نسال دكتور محمود ازاي اظبط جرعات الانسولين للي بياخد انسولين. اللي بياخد انسولين احنا قلنا ان هم من الفئه عاليه الخطوره، تمام. لانه اللي بياخد اقراص متعدده او بياخد انسولين ده من الفئه عاليه الخطوره. كلمه الانسولين دي بقى كلمه ليها شرح طويل قوي، لان كلمه الانسولين مش دواء. الانسولين ده مجموعه من الادويه. في انسولين طويل المدى ناعم بيتاخد مره في اليوم، ده ما بيأثرش قوي على السكر. في الحقن اللي هي شبه الانسولين اللي هي ساعات بتستخدم للتخسيس والقصه دي برضو مش انسولين، دي حقن بس العيان بيعتبرها انسولين. العيان بيعتبرها انسولين، لا هي مش انسولين. هي مش انسولين. تمام. بس هو العيانين بيعتبروها نوع من انواع الانسولين لانها انجكتبل، حقن، عشان حقن. لكن دي مش انسولين. في الانسولين الاشهر هو الانسولين المخلوط، وده اقل انسولين يناسب الصيام. ليه؟ لان المخلوط نسب متساويه من طويل المدى وقصير المدى، ما تعرفش تحركهم من بعض. فلازم العيان بتاعك يبقى نظامه الغذائي ملتزم عشان يقدر ياخد ده. الانسولين بالحقن المتعدد اللي هو العيان اللي بياخد انسولين طويل المدى مره واحده في اليوم وقصير المدى 3 مرات، ده بيتغير الى انسولين طويل المدى مره واحده في اليوم بيقل نسبه مثلا 20 ل 30%. والانسولين قصير المدى بناخد الجرعه الكبيره على الفطار والجرعه الصغيره على السحور. بس هو برضو محور الكلام كله ان السكر مش مرض. السكر مريض، واحنا دايما نقول لاولادنا في الكليه انت بتعالج انسان عنده مرض، مش مرض عند انسان. يعني ايه؟ انت بتعالج مريض سكر اسمه كذا ووزنه كذا وشكله كذا وقصته كذا وقدراته الماديه كذا وامكانياته كذا وكليته كذا. مش بتعالج السكر على العموم. فالسكر ما بيتعالجش، وكل الامراض ما بتعالجش على العموم. انت بتعالج مرض في مريض، مش مريض عنده مرض. تمام. نرجع تاني بنقول ان كل مريض ليه قصته المختلفه. تمام. طيب دكتور محمود، يعني هنروح بقى لتظبيط العلاج. احنا اتكلمنا في نقطه الانسولين واتكلمنا برضو ان كل الكلام ده واكدنا فيه ان هو لازم يروح يقيم عند دكتور، والدكتور يقول له كل الكلام ده. هل بقى في تظبيط للعلاج قبل الصيام او قبل رمضان؟ طبعا. اولا هنشوف السكر بتاعنا قد ايه، التراكمي والصايم والفاطر. لان العيان بتاعنا لو سكره التراكمي عالي او سكره الصايم والفاطر عالي، يبقى انت ممكن ما تحتاجش تغير جرعات كتيره، لان هو انت محتاجه يقلل الاكل. طيب لو الدنيا مظبوطه بنحط الادويه اللي بتزود حدوث هبوط السكر على الفطار. يعني الادويه اللي بتخفض السكر بيسموها مخفضات السكر. تمام. الادويه بقى اللي هي بيسموها المرضى ادويه اللي بتزود الحرق دي تتاخد على السحور. لان دي ما بتهبطش السكر الطبيعي، انما بتهبط السكر العالي بس. لكن برضو نفس القصه، هو نفس المحور بتاع الكلام، كل مريض قصه. بنحط الادويه اللي بتهبط السكر على الفطار والادويه اللي ما بتهبطش. في ادويه انواع من الادويه الجديده اللي هي بتشتغل على انابيب الكليه، اللي هي بتعمل اضرار للبول والسكر. دي ادويه مفيده للكلى والقلب، تتحط على الفطار مش على السحور. لان هنا انت عندك على الفطار في اضرار بول وقصاده شرب، على السحور في اضرار بول ومفيش قصاده شرب. وحتى هذه الانواع من الادويه ما يفضلش انها تبدا قبل رمضان مباشره، لانه لازم العيان يكون بادئ عليها من قبلها بشويه. بالظبط كده، على الاقل 2 ل3 اسابيع قبل رمضان عشان يكون الجسم اتعود عليها فما يحصلش اضرار البول. فهي زي ما بقول لحضرتك، هي كل عيان ليه قصه. الادويه بتاعه السكر بيتم تعديلها بناء على رؤيه الطبيب والنظام الغذائي اللي هيلتزم بيه العيان. تمام. دكتور محمود، يعني فعلا حلقه مفيده جدا جدا. يا رب يبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك وينفع بحضرتك يا رب. اخر حاجه بقى، لو حضرتك حابب توجه نصيحه شامله لمريض السكر في رمضان. هوجه له الكلام اللي انا قلته في الاول. الصيام فرض استطاعه. لو حضرتك مش مستطيع، لو سمحت اسمع كلام الدكتور، ما تأذيش نفسك. الصيام شهر عبادات جميله جدا جدا، ممكن تستمتع بالصيام بشهر رمضان من غير ما تصومه وتكون اكثر افاده لنفسك. ما بعد رمضان مهم جدا انك تقيم نفسك، لان احنا ما بعد رمضان مهم السكر بتاعك شكله ايه بعد الصيام. لانه ده هيفيدك في حاجتين.
لو في اخطاء اثناء الصيام تعدلها السنه الجايه. وانا دايما اقول لعياني هو انت صمت السنه اللي فاتت؟ يقول لي صمت السنه اللي فاتت. كنا عاملين ايه؟ كنا كويسين. ده يشجعني بقى ان انت برضو تصوم السنه اللي بعدها. فاعاده تقييم ما بعد رمضان مهمه. احنا قلنا في تقييم ما قبل الصيام وكمان في تقييم ما بعد الصيام، وده مهم جدا لمرضى السكر. تمام. جزاكم الله خير يا دكتور محمود، حضرتك شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيك. وعايزين بقى ناخد وعد كده بحلقه تانية ان شاء الله بندبسك فيها، اللي هي بتاع التقييم ما بعد رمضان. ان شاء الله الكريم، ان شاء الله الكريم. ربنا يبلغنا واياك رمضان على خير يا اللهم رب، ان امين يا شاء رب. الله الكريم. اللهم امين. ونعمل حلقه لتقييم مرضى السكر ما بعد رمضان وكيفيه التعامل معهم. في نهايه حلقتنا النهارده احب اتوجه بالشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمود فريد على الحلقه الماتعه والمعلومات القيمه. جزاكم الله خير يا دكتور محمود. وحابب أكد إن لو ليك أي رسالة أو تعليق ممكن تسيبها لنا في التعليقات. حابب أكد إن روح الحياة موجودة لخدمتكم. عندنا جميع التخصصات بأكفأ الأطباء بأحدث الأجهزة بأقل الأسعار، المعادلة الصعبة. روح الحياة رسالة سامية وخدمة راقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.